2024 كانت سنة استثنائية بكل المقاييس، حصل فيها تطورات تكنولوجيا ما حصلتش من 20 سنة فاتوا. كنا كل يوم نصحى على اختراع جديد، على اكتشاف مذهل، وكان حقيقي صعب جدا ان الواحد يتابع كل الاخبار والتطورات اللي حصلت. في الحلقة دي جمعت لكم كل اخبار التكنولوجيا والاحداث المهمة اللي حصلت في 2024 من يناير لديسمبر. ولو تعرف اي حاجة تانية مهمة حصلت في 2024 وما ذكرناهاش، اكتبوها لنا في التعليقات. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة. انا خالد جد، ويلا بينا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. وبدون مقدمات كتير، يلا بينا نبدا بشهر يناير اللي كان مليان مفاجآت وتطورات مهمه تقريبا في كل المجالات. هنلاقي ان انتل بدات السنه بشكل قوي يوم 8 يناير في معرض CES، وقامت باطلاق الفلاج شيب بتاعها الكور اي 9 14900 اتش اكس الجيل ال 14، والمعالج ده جيب 24 كور ودعم الرامات DDR5 اللي ممكن توصل ل 192 جيجا بايت، وكمان بيدعم الواي فاي 7. كوالكوم قدمت معالج سناب دراجون 8 بلس جين 3 بأداء أقوى ب 30% وكفاءة في استهلاك الطاقة بتوصل ل 20% أحسن من الجيل اللي قبله، والمعالج ده بيجي بتكنولوجيا 4 نانومتر. أما بالنسبة لسامسونج فعملت ايفنت جالاكسي انباكت يوم 17 يناير، وقدمت سلسلة موبايلات جالاكسي اس 24 الجديدة اللي جت بمعالجات اكسينوس 2400 للانترناشونال ماركتس، ومعالجات سناب دراجون 8 جين 3 لامريكا وكندا والصين. والسلسله دي بتنزل بالشاشات دايناميك اموليد اكس 2 اللي بتيجي بريفرش ريت 120 هرتز ودعم الاتش دي ار 10 بلس، وبتوصل شده السطوع بتاعتها ل 2600 نتس. اما النسخه الالترا فجت بكاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل ومساحه تخزين وصلت ل 1 تيرا بايت. جوجل كمان قدمت تحسينات في نظام اندرويد زي الفاست بيرنج اللي بيسهل توصيل اجهزه بالكروم كاست، وامكانيه عرض المحتوى من تطبيقات جديده زي التيك توك. نفيديا كمان اطلقت سلسله جي فورس ار تي اكس 4000 سوبر، وكانت خطوه مهمه جدا في عالم كروت الشاشه، مع اضافه تحسينات كبيره في الاداء والكفاءه، وكمان بيجي بقدرات متطوره لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هنلاقي ان مايكروسوفت كمان حدثت كوبايلوت في اوفيس 365 وضاف قدرات جديده في تلخيص المستندات والبحث في الملفات، وكمان كوبايلوت دخلت في تطبيقات الموبايل زي الوورد والباوربوينت. وقبل الشهر ما يخلص، نيورالينك اعلنت انها نجحت لاول مره في التاريخ في زراعه شريحه للتواصل ما بين مخ الانسان والكمبيوتر، والعمليه دي تمت على مريض اسمه نولان اربا. نولان كان طالب وشخص رياضي في جامعه تكساس في امريكا، وللاسف حصل له حادث عمل له اصابه بشلل رباعي. طبعا نيورالينك كانت شغاله على البروجكت ده من فتره طويله على حيوانات زي القرود والخنازير، لكن ده كان اول تطبيق فعلي على البشر. وبالرغم من ان التجربه نجحت، الا ان الاختبارات بتاعتها اتاجلت شويه، وده كان بسبب ان بعض خيوط الشريحه اتحركت وخرجت من مكانها، فما بقتش تقرا كويس زي الاول. المهم ان كل التطورات دي حصلت في شهر واحد بس، اكدت ان 2024 كانت فعلا سنه استثنائيه. نيجي بقى لشهر فبراير، هو صراحه ما كانش فيه اخبار كتير الا اننا شفنا طفره في مجال الاوجمانتد والفيرتشوال رياليتي. وطبعا ما حدش يقدر ينسى يوم 2 فبراير لما ابل قلبت الدنيا باطلاق نظاره الابل فيجن برو، وده كان حدث مهم جدا في تاريخ الشركه لانه خلى ابل تدخل في فئه منتجات جديده تماما. وفيجن برو ما كانتش مجرد نظاره فيرتشوال رياليتي عاديه زي اللي ممكن تلاقيها في السوق. الجهاز ده جيب شاشات ماكرو اوليد بدقه 4K، وده طبعا يخلي الصوره اللي بتعرضها جوه الشاشات واقعيه جدا. والجهاز ده فيه اكتر من 12 كاميرا بتتبع حركات عينك وايديك، يعني تقدر تتحكم في كل حاجه من غير ما تلمس اي حاجه. واهم حاجه في نظارات فيجن برو انها جت بسوفت وير جديد اسمه فيجن او اس، فمطورين البرامج دلوقتي عندهم منصه جديده تماما يقدروا يبتكروا فيها، ومتوقع نشوف تطبيقات جديده في مجالات زي التعليم والطب والترفيه. وحتى في مجال الشغل دلوقتي ممكن تشتغل على اكتر من شاشه كمبيوتر افتراضيه في نفس الوقت. وفي نفس الشهر كمان سوني اعلنت عن خبر مهم جدا لعشاق الالعاب، وقالت ان بلاي ستيشن في ار 2 هتدعم اجهزه البي سي ابتداء من 1 اغسطس 2024. والخطوه دي مهمه جدا وهتوسع استخدامات النظاره ومش هتخليها مقتصره بس على البلاي ستيشن 5. شهر مارس بقى كان مليان بالاخبار المهمه وخصوصا اجهزه اللابتوبس مع تطورات مذهله في تطبيقات طبيه باستخدام الذكاء الاصطناعي. قبل بدأ الشهر يوم 4 مارس بالإعلان عن الماك بوك اير الجديد اللي بيجي بمعالج M3، واللابتوب الجديد بيقدم أداء قوي وكفاءة عالية في الاستخدام اليومي والشغل الاحترافي. مايكروسوفت كمان أعلنت عن السيرفس برو 10 والسيرفس لابتوب 6، والأجهزة دي جت بمعالجات انتل كور الترا ودعم قوي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكوالكوم كمان قدمت بروسيسور جديد اسمه سناب دراجون 8 اس جين 3، ونقدر نقول ان البروسيسور ده بالنسبة للأداء هو حاجة في النص ما بين السناب دراجون 8 جين 2 والسناب دراجون 8 جين 3. لكن الميزه المهمه في البروسيسور ده ان سعره ارخص من ال8 جين 3، والهدف من البروسيسور ده ان يكون حل ارخص للموبايلات الميد رينج. والمعالج الجديد بيجي بقدرات ذكاء اصطناعي متطوره واداء وكفاءه ممتازه جدا للموبايلات. واقوى خبر طلع في شهر مارس كان من نصيب شركه نيورالينك لما حققت تقدم مذهل يوم 20 مارس مع المريض الاول نولان اربا. نولان عرض قدرات الجهاز وقدر يتحكم في ماوس الكمبيوتر، وقدر يلعب العاب ويتفاعل مع المحتوى الرقمي بمجرد التفكير.
وده طبعا فتح باب امل جديد للمرضى اللي عندهم شلل حركي، لانهم يقدروا يتفاعلوا مع الاجهزه الالكترونيه ويتحكموا فيها، طبعا غير الاستخدامات الرهيبه اللي ممكن تفيد البشريه في المستقبل او تضرهم وتتحكم فيهم. ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. وبدانا الربع الثاني من السنه بشهر ابريل اللي حصل فيه تطورات قويه جدا في مجال البروسيسورز والموبايلز. وهو عملت مفاجاه كبيره جدا يوم 15 ابريل لما غيرت اسم سلسله بي المشهوره لبيورا. السلسله الجديده جت باربع موديلات: بيورا 70 والبرو والبرو بلس والالترا. والموبايلات دي نزلت بشاشات كيرفد من اربع اتجاهات من نوع اوليد، وكاميرات من نوع اكس ماج المتطوره بفتحه عزل متغيره. والنسخه اللي نزلت في الصين كان بتدعم شبكات ال 5G والاتصالات عبر الاقمار الصناعيه. في 23 ابريل لسه طرحت عربيتها الجديده موديل 3 بيرفورمانس، يعني نقدر نقول كده انها فيس ليفت. العربيه طبعا رياضيه جدا من المقام الاول، بس في نفس الوقت مناسبه جدا للاستخدام اليومي. والعربيه بتتسارع من 0 ل 100 في 2.9 سكند، وبتوصل لتوب سبيد 260 كيلو متر في الساعه. والمايلج بتاعتها او المدى بتاعها بيوصل ل 480 كيلو. والعربيه نازله بسعر تنافسي جدا وهو 42490 دولار. وليه بقول تنافسي؟ لان ارقام الاداء بتاعتها اعلى من موديل اس البيز اديشن اللي بتنزل بسعر 73490 دولار، فطبعا سعرها ممتاز. في معرض امبيدد وورلد، كوالكوم اعلنت عن البلاتفورم الجديد اللي بيدمج الذكاء الاصطناعي جوه اجهزه الاي او تي او اجهزه انترنت الاشياء، وخلت اجهزه زي الروبوتس والدرونز والمعدات الصناعيه تقدر تستفيد من مزايا الذكاء الاصطناعي المدعومه بالكمبيوتر فيجن باستخدام الكاميرات والسنسورز المتطوره. كمان قدمت تكنولوجيا واي فاي جديده بتستهلك طاقه اقل ب 88% من الاجيال اللي فاتت، وده طبعا عشان تحسن الاتصال في اجهزه الاي او تي، وخصوصا الاجهزه اللي بتعتمد بشكل كامل على البطاريات. شهر مايو بقى كان فيه احداث كتير مهمه مع نيو لونشز وتحديثات من كل الشركات الكبيره. ابل بدأ الشهر بفيرتشوال ايفنت يوم 7 مايو، وقدمت فيه الايباد برو الجديد اللي بيجي مقاسين ال 11 وال 13 انش، واللي بينزل بمعالج جديد الام 4. الايباد برو الجديد بيجي بشاشه الترا ريتنا اكس دي ار، وضعف المساحه التخزينيه للاجيال اللي فاتت، واللي بتوصل ل 2 تيرا بايت. وكمان اعلنت عن ابل بنسل برو الجديد اللي ضافوا فيه خاصيه الهابتك فيدباك، ده غير الماجيك كيبورد الجديده اللي تيجي بتصميم من الالومنيوم. بعدها باسبوع تقريبا لقينا سوني نزلت الموبايل بتاعها الجديد اكسبيريا 1 مارك 6 يوم 15 مايو. والموبايل ده طبعا فلاج شيب بيجي بمعالج سناب دراجون 8 بلس جين 3. والموبايل جيب شاشه 6.5 بوصه بتقنيه برافيا وريفرش ريت 120 هرتز. والموبايل بيجي بكاميرا رئيسيه 48 ميجا بكسل مع خاصيه اوتو فوكس باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان كاميرا وايد 12 ميجا بكسل وكاميرا تيليفوتو بعدد الزوم لحد 7.1 اكس. والبطاريه بتاعته عملاقه بسعه 5000 ملي امبير. وفي نفس اليوم نزل تحديث جديد لمايكروسوفت تيمز، وضافوا فيه كولابوريشن تولز جديده معتمده على الذكاء الاصطناعي. والتولز دي خلت ترتيب الاجتماعات اسهل، وضافت ترجمه فوريه وميزه تلخيص الاجتماعات، وانه يطلع لك الميتنج مينتس بشكل تلقائي، وحبه حركات كده. في النص الثاني من الشهر شركه ارم قدمت تصميم شرائح وبرامج جديده مصممه لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في الموبايلات. والتطويرات اللي عملتها دي المفروض انها هتخلي معالجه الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه اسرع واكفأ. مايكروسوفت تاني رجعت فجرت قنبله يوم 20 مايو واطلقت المايكروسوفت سيرفيس لابتوب 7 بمعالج سناب دراجون اكس اليت. واللابتوب ده بيشتغل على ويندوز اون ارم في منافسه مباشره مع الماك بوك اير اللي بيجي بشريحه الام 3. ودي طبعا كانت خطوه مهمه جدا من مايكروسوفت ناحيه تحول المعالجات اللي بتشتغل بمعماريه ارم. وده طبعا ممكن يترجم على انها استراتيجي جديده واخدها مايكروسوفت للتخلي التدريجي عن معالجات انتل اللي بتيجي من نوع اكس 86 واكس 64. ومايكروسوفت جت تاني ختمت الشهر باطلاق تحديث جديد لويندوز 11 بيدمج نموذج الجي بي تي 4 او جوه الكوبايلوت. والتحديث ده كان المفروض ان هو يضيف ميزه الريكول اللي بتخلي المستخدمين يقدروا يسالوا كوبايلوت على اي حاجه كانوا شغالين عليها في خلال فتره معينه. بس الخاصيه دي اتاجلت في شهر ديسمبر بسبب مخاوف من انتهاك خصوصيه المستخدمين، وبالفعل الميزه دي اتفعلت خلاص على كل الاجهزه اللي بتدعم خاصيه الكوبايلوت بلس. شهر يونيو بقى كان حافل بالمؤتمرات والاعلانات المهمه، مع برضه تركيز قوي على الذكاء الاصطناعي. نيفيديا نزلت سلسله الجي فورس ار تي اكس 4060 بهدف انها تكون انتري بوينت ارخص لسلسله الار تي اكس 40، مع طبعا دعم التقنيات الري تريسنج والدي ال اس اس 3. واللي مش عارف ايه هو الدي ال اس اس، فهي تكنولوجيا جديده بتزود الفريمز بير سكند باستخدام الاي اي، فالصوره بتكون سلسه اكتر في الالعاب. فالجي بي يو ده موجه طبعا للجيمرز اللي عايزين اداء وجوده صوره عاليه بسعر معقول. وفي الشهر ده ستار لينك حققت تقدم كبير يوم 20 يونيو باطلاق ستار لينك ميني، وده عباره عن طبق صناعي صغير تقدر تتحرك بيه بيستقبل انترنت من الساتلايتس. والجهاز نزل بسعر 600 دولار، وكمان بيبقى انتجريتد جواه راوتر واي فاي بحيث انك تقدر توصل اللابتوب بتاعك او الموبايل مباشره على الجهاز. وبما ان الجهاز ده معمول عشان تقدر تتحرك بيه، فهو كمان في ميزه مهمه جدا انه ممكن يشتغل على باور بانك ووزنه تقريبا 1 كيلو، فتقدر تاخده بشنطه على ظهرك وتتحرك بيه زي ما انت عايز. والجهاز ده طبعا مثالي للناس اللي ساكنه في اماكن ما فيهاش شبكه اتصالات، او حتى بيطلعوا كامبينج في اماكن ما فيهاش تغطيه موبايل،
وطبعا السفن اللي بتسافر عبر المحيطات. واكيد تكنولوجيا بالابهار ده ما تستغربش لما عدد المشتركين يوصل ل 5 مليون مشترك في 6 شهور بس. ونيجي بقى لاهم حدث في الشهر كله، وهو مؤتمر ابل WWDC اللي اتعمل من 10 ل 14 يونيو. والمؤتمر ابتدى بالاعلان على ابل انتليجنس، وعرضت كمان الاي او اس 18 للايفونز، والايباد او اس 18، والماك او اس سيكويا، وواتش او اس 11، وكلهم بمزايا الذكاء الاصطناعي الجديده. فطبعا واضح جدا ان كل الشركات دلوقتي تقريبا بقت بتركز على الذكاء الاصطناعي بشكل اساسي. ومايكروسوفت برضه كانت شغاله في الوقت ده على تحسين كوبايلوت وتوسيع استخداماته مع فيفا انسايتس، علشان يقدر يديك تقارير مهمه عن البيزنس برودكتيفيتي وحجم الكولابوريشن ما بين التيم ممبرز. فالتطورات دي كلها بتاكد ان الذكاء الاصطناعي مش مجرد موضه عابره وخلاص، وانه بقى جزء اساسي من استراتيجيه كل الشركات الكبيره. في النص الثاني بقى من السنه هنشوف ازاي التطورات دي هتظهر في المنتجات اللي هتوصل للمستخدمين. شهر يوليو نزل فيه اجهزه مهمه جدا، وخصوصا الموبايلات القابله للطي، وحصل فيه نقله نوعيه في تكنولوجيا الشاشات. في يوم 10 يوليو سامسونج قلبت الدنيا في مؤتمر جالاكسي انباكت، وقدمت جالاكسي زي فولد 6 وزي فليب 6 القابله للطي. المفصلات الجديده اقوى وارفع، والتصميم اشيك بكتير من الاصدارات اللي فاتت. الزي فولد 6 جيب شاشه كبيره عشان مالتي تاسكينج، والزي فليب 6 نزل بفلوتنج ديزاين عشان يخلي الشاشه تبان اكنها طايره كده فوق الفريم. وكأن كده مش كفايه من سامسونج، لا دي كمان قدمت الجالاكسي بادز 3 وجالاكسي بادز 3 برو، والسماعات الجديده دي جايه بجوده صوت احسن ونويز كانسليشن اقوى، وكمان البيرنج اسرع مع الاجهزه. وده طبعا فضلا على الجالاكسي رينج اللي يعتبر شكل جديد من اجهزه الويربل ديفايسز اللي بتقدر تراقب العلامات الحيويه والانشطه المختلفه، وكمان بيدعم خاصيه السليب تراكنج. وفي وسط الزحمه بقى والناس مسحوله مع سامسونج، اوبن اي اي فاجئتنا باطلاق النسخه الجديده الميني من الشات جي بي تي 4 او. والنسخه دي تعتبر مصممه للشركات والمطورين، وبتوفر توازن لطيف كده ما بين الاداء والتكلفه. كمان كان تسلا ليها نصيب في الشهر ده، وقدمت عربيتها الجديده موديل 3 لونج رينج ار دبليو دي، والنسخه دي نسخه الدفع الخلفي اللي بيوصل المدى بتاعها ل 580 كيلو متر. والعربيه دي نازله بسعر فوق الممتاز بشويه، وهو $29990. وبالرغم من انخفاض السعر، الا انها برضه بتقدم اداء محترم، وبتسرع من 0 ل 100 في 4 ثواني و9 من 10، وبتوصل لسرعه قصوى 200 كيلومتر في الساعه. والعربيه دي طبعا كانت خطوه مهمه جدا من شركه تسلا علشان تخلي السيارات الكهربائيه في متناول عدد اكبر من الناس. شهر اغسطس بقى كان فيه تطورات مبهره في عالم الذكاء الاصطناعي، وخصوصا في المجال الطبي. في الشهر ده نيورالينك حققت انجاز جديد بزراعه جهازها في المريض الثاني، اللي مش معلن هو مين، بس هم مسميينه أليكس. الجميل بقى ان أليكس اخذ الموضوع للنكست ليفل، وقدر يعمل تصميمات 3 دي باستخدام برنامج الاوتوكاد. وما سكتش هنا، لا ده قعد كمان يلعب كاونتر سترايك. اللطيف بقى انهم لما سالوه عن تجربه استخدام الكمبيوتر بالشريحه دي، قال لهم ان التجربه كانت ممتعه جدا لدرجه انه حاسس بحريه اكبر من استخدام الماوس والكيبورد. وفي يوم 13 اغسطس جوجل عملت ايفنت جامد جدا اسمه ميد باي جوجل، وقدمت فيه عيله البيكسل 9 الجديده. والاجهزه دي كانت بمعالج الجوجل تنسور جي 4 ال 4 نانومتر. وفي نسخه البرو الكاميرا الاماميه بتوصل ل 42 ميجا بكسل، والرقم ده طبعا مش عادي لان اكبر جهاز تاني بتوصل اخرها 13 ميجا. والسلسله دي بتنزل بشاشات من نوع سوبر اكتوا اللي بتدعم اتش دي ار 10 بلس، وشده سطوع بتوصل ل 3000 نتس. بس المفاجاه الكبيره كانت الصراحه في البيكسل 9 برو فولد، والموبايل ده جيب تصميم رفيع وشاشه خارجيه 6.3 بوصه، وشاشه داخليه 8 بوصه. واهم حاجه انه بيدعم المالتي تاسكينج بشكل سلس، والبطاريه بتاعته 4650 ملي امبير. وفي المؤتمر ده برضه جوجل اعلنت عن البيكسل واتش 3، ودي كانت نقله نوعيه في عالم الويربل ديفايسز والهيلث تراكنج. وده لان الساعه دي جت بميزه جديده مهمه جدا، وهي انها بتقدر تكتشف لو المستخدم لا قدر الله قلبه وقف، وتبعت اشعار طوارئ بشكل فوري. وجوجل برضه ما نسيتش السماعات، وقدمت بيكسل بادز برو 2، والسماعات دي اخف واصغر من الاصدارات اللي فاتت، وفيها معالجه صوت بالذكاء الاصطناعي، وده معناه جوده صوت احسن ونويز كانسليشن اقوى. بس العبقري هنا بقى ان كل المنتجات دي مربوطه ببعض بجوجل بيكسل ايكو سيستم، نظام متكامل زي بتاع ابل بالظبط. هو مش زي قوي يعني، بس شغال. يعني دلوقتي لما تشتري موبايل بيكسل تقدر تربطه مع بيكسل واتش وبيكسل بادز، وكلهم بيشتغلوا مع بعض بسلاسه تامه. بس الايفنت ده خلى الناس كلها مستنيه تشوف ابل هترد ازاي على الكلام ده، وازاي هتحافظ على مكانها في السوق. وده بالظبط اللي حصل يوم 9 سبتمبر لما ابل عملت اللونش ايفنت الكبير، وقدمت فيه سلسله الايفون 16 بالاربع فئات، العادي والبلس والبرو والبرو ماكس. وطبعا ابل ركزت في المؤتمر ده على استخدامات الابل انتليجنس في الاجهزه دي، ولكن ما كانش على لسانهم حاجه تانية غير انهم عملوا زرار جديد علشان تتحكم في اعدادات الكاميرا. والطريقه اللي عرضوا فيها الزرار ده يحسسك هو يعني احنا ازاي كنا عايشين من غيره. وفي نفس المؤتمر ابل قدمت ابل واتش سيريس 10، ونزلت لون جديد للابل واتش الترا 2، وقدمت كمان الايربودز 4
وبرضه نزلت الوان جديده للايربودز ماكس. وعلشان تعرف تفاصيل اكتر عن المؤتمر ده هسيب لك لينك الحلقه. يا دوبك لسه بقى بنستوعب اللي حصل من ابل، هوب تاني يوم على طول وهو اعلنت عن الميت اكس تي التيميت، اول موبايل تراي فولد في العالم. موبايل عبقري بيجي بشاشه اوليد مقاس 10.2 انش قابله للطي ل3 اجزاء. والموبايل ده بيجي بمعالج كيرن 9000 اس 7 نانومتر و12 جيجا رام وبطاريه 5000 ملي امبير وكاميرا 50 ميجا بكسل. بس زي ما الموبايل كان بريميوم، سعره كمان كان بريميوم قوي. اما بالنسبه بقى لميتا، فهي كمان عملت مفاجاه كبيره في مؤتمر ميتا كونكت يوم 25 سبتمبر. واهم حاجه كانت في المؤتمر هي نظارات اوريون الاوجمانتد رياليتي، ودي فعليا اول نظاره اي ار حقيقيه. والنظارات دي بتيجي بتكنولوجيا المايكرو ليد بروجيكشن وقدرات ذكاء اصطناعي علشان تقدر تدمج الابلكيشنز والمالتي ميديا على العالم الحقيقي اللي انت شايفه بدون ما تكون معزول او شايف اللي حواليك عن طريق الكاميرات، زي بالظبط اللي موجود في الابل فيجن برو. والنضاره ممكن تتحكم فيها عن طريق اسوره بتشتغل بالاشارات العصبيه، وده طبعا تطور كبير جدا في تكنولوجيا الويربل ديفايسز او الاجهزه القابله للارتداء. بس ميتا ما اكتفتش بالعظمه دي، لا دي كمان قدمت ميتا كويست 3 اس، نظاره الميكسد رياليتي بسعر $300 بس. والنظاره دي جت بمعالج سناب دراجون اكس ار 2 جين 2، وبتيجي بامكانيات متقاربه جدا من نظاره الكويست 3 ولكن بنص سعرها تقريبا، وده يخليها صفقه هايله وقيمه مقابل سعر. وكمان عملت ابديتس على نظارات راي بان ميتا ودمجت فيها مميزات الذكاء الاصطناعي زي الترجمه الفوريه مع تحديثات في الشكل والالوان المتاحه. وعلشان تعرف تفاصيل اكتر عن المؤتمر ده هسيب لك الحلقه في وصف الفيديو. ونروح بقى للنيورالينك اللي اعلنت انها شغاله على مشروع جهاز جديد اسمه بلايند سايت. الجهاز ده حصل على تصنيف بريك ثرو ديفايس من منظمه الغذاء والدواء الامريكيه الاف دي اي. والجهاز ده هدفه اعاده البصر للناس اللي عندهم انواع معينه من العمى. بس اللي فات ده حماده واللي جاي ده حماده تاني خالص. الشرايح اللي قبل كده كانت بتستقبل اشارات من المخ وتترجمها لاكواد على الكمبيوتر، بس في بلايند سايت الموضوع بالعكس، الجهاز هياخد الاكواد من الكمبيوتر والكاميرات ويترجمها لاشارات يفهمها المخ علشان تكون صوره مرئيه قدامه بدون استخدام العين نهائي. والموضوع ده على قد ما يبان ان هو جميل، بس لو فكرت فيه هتلاقيه مرعب، لان ده معناه ان ممكن باستخدام الاكواد الجهاز ده يخلق لك صوره تبقى انت شايفها واقعيه وهي في الحقيقه ملهاش وجود. بس خلينا نكمل بقى تفكير في اطار النوايا الحسنه ونرجع لموضوعنا. وايلون ماسك اول ما بلايند سايت اخذ التصنيف ده قام عامل بوست على منصه اكس بيقول فيه علشان نبقى واضحين الرؤيه في البدايه هتكون بجوده منخفضه زي بالظبط الجرافيكس بتاع العاب الاتاري، لكن مع الوقت ممكن تتحسن وتبقى احسن من الرؤيه الطبيعيه، وممكن جدا يخليك تشوف بالاشعه تحت الحمراء او فوق البنفسجيه او حتى بموجات الرادار، فهتبقى بالظبط عامل زي كوماندر جوردي لافورج في ستار تريك. بس شهر سبتمبر اثبت ان المنافسه في عالم التكنولوجيا وصلت لمستوى جديد، كل شركه بتحاول تقدم حاجه مميزه ومختلفه عن الباقيين سواء في الذكاء الاصطناعي او الاوجمانتد والفيرتشوال رياليتي، وطبعا في مجال الاجهزه الطبيه. ونروح بقى للشهر المحبب الى قلبي، شهر اكتوبر. وبالرغم من انه في العادي بيكون شهر هادي علشان عيد ميلادي، الا ان شهر اكتوبر السنه دي حصل فيه نيو لونشز لكتير من الاختراعات القويه جدا غير كل سنه. مايكروسوفت بدأت الشهر يوم 1 بالإعلان عن اوفيس 2024، والإصدار ده بيكون وان تايم بيمنت، يعني بتشتريه مرة واحدة بس وملوش مصاريف تجديد سنوية. والإصدار ده بيجي بنسختين، نسخة الهوم والهوم اند بزنس، وطبعا بيجي بكل البرامج الأساسية زي الوورد والاكسل باوربوينت والنوت والاوتلوك، وبيدعم انظمه تشغيل ويندوز وماك او اس، والشركه كمان بتدعمه بالسكيورتي ابديتس لمده 5 سنين كامله. يوم 9 اكتوبر تسلا فجرت مفاجآت كتير في ايفنت وي روبوت، وحرفيا الدنيا اتقلبت لما كشفت عن سايبر كاب، عربيه الركاب ذاتيه القياده بالكامل. العربيه دي سعرها اقل من $30,000 وما فيهاش ولا دركسيون ولا بادلز من الاساس، تحسها كده عربيه خارجه من فيلم ساينس فيكشن. والعربية قادرة إنها تتحرك وتتكيف تلقائيا مع شوارع المدينة ومش بتحتاج تكون متبرمجة على الشوارع اللي هتمشي فيها، فضلا عن إنها مش بتشحن بسلك زي باقي عربيات الكهرباء، لا دي بتستخدم تكنولوجيا تانية اسمها اندكتيف تشارجر زي اللي موجودة في شواحن الوايرلس بتاعت الموبايلات، وده بيكون عبارة عن جهاز متثبت في الأرض ولما العربية بتركن فوقيه بيبدأ الشحن بشكل تلقائي. تسلا كمان قدمت عربية تانية اسمها روبو فان، ودي برضه عربية ذاتية القيادة بس بحجم ميني باص، وبتشتغل بنفس التكنولوجيا وبتقدر تشيل لحد 20 راكب. وفي نفس الايفنت ده تسلا عرضت احدث نسخه من روبوت اوبتيموس، وده طبعا مش روبوت عادي، ده روبوت بيقدر يتفاعل مع الناس ويتكلم معاهم بشكل طبيعي جدا. والروبوت ده طبعا ليه استخدامات كتير جدا، وعلى سبيل المثال نذكر منها انك ممكن مثلا تطلب منه يطبق لك الغسيل، او حتى يشتغل زي اكنه بيبي سيتر، او ممكن لو انت راجع من السوبر ماركت وشايل حاجات كتير ممكن تندهله يشيل معاك، واستخدامات تانية كتير جدا. ونسيبنا بقى من تسلا ونشوف مؤتمر ادوبي ماكس 2024،
واللي اعلنت فيه اكتر من 100 خاصيه جديده في مجموعه كرييتيف كلاود، واهمها نموذج انشاء الفيديوهات فايرفلاي، واللي بيخليك تعمل فيديوهات وتعدل عليها باستخدام النصوص. وبرضه موديل فايرفلاي ايمج 3 اللي نزل بمزايا رهيبه في تحويل النص لصوره مع تحكم اعلى في تفاصيل الصوره زي الاضاءه ومحتويات الصوره والالوان. اخر 3 ايام في شهر اكتوبر ابل قدمت تشكيله جديده من اجهزه الماك، بدات بالاي ماك الجديد بمعالج الام 4، والجهاز بيجي بتصميم نحيف مع شاشه بتقنيه نانو تكتشر جلاس اللي بتقلل الانعكاسات الضوئيه. تاني يوم كان من نصيب الوحش الصغير الماك ميني الجديد بخيارين من المعالجات الام 4 والام 4 برو، وانا من وجهه نظري ده افضل جهاز نزل من ابل السنه دي كقيمه مقابل سعر. واخيرا اعلنت عن الماك بوك برو ب3 نسخ من معالج الام 4 العادي والبرو والماكس، مع بطاريه بتوصل ل 24 ساعه استخدام. وطبعا كل الاجهزه دي جايه بمدمج فيها الابل انتليجنس اللي متوقع يغير تماما طريقه تعاملنا مع الكمبيوتر. ولو عايز تعرف اكتر عن مزايا الابل انتليجنس هسيب لك اللينك في وصف الفيديو. شهر نوفمبر بقى الى حد ما كان هادي شويه، بس برضه حصل فيه احداث مهمه. يوم 7 نوفمبر اي ام دي كشفت عن معالج رايزن 7 9800 اكس 3 دي الجديد اللي جاي بمعماريه زين 5. والمعالج ده مش بس احسن ب 8% من الجيل اللي فات، ده كمان اسرع بنسبه 20% في الالعاب بالمقارنه بالمنافسين. والمفاجاه انه اول معالج اكس 3 دي مفتوح بالكامل للاوفر كلوكينج. وفي نفس اليوم سوني اطلقت بلاي ستيشن 5 برو بسعر $700، والنسخه دي بتيجي بفريم ريت وكواليتي اعلى وتحسينات في تقنيه الري تريسنج ووحده معالجه رسوميات اكبر وذاكره اسرع. والشركه بتقول ان كل ده بيخلي الريندرنج بتاع الالعاب اسرع بنسبه 45% عن البلاي ستيشن 5 العادي. ولكن ناس كتير جدا شايفه ان السعر ده مبالغ فيه، وان مفيش فرق ملحوظ في التجربه الفعليه ما بينه وما بين البلاي ستيشن 5 العادي. بعدها ب 11 يوم مايكروسوفت قررت تعمل اختراعات جديده مع الاي اي ايجنتس في مؤتمر اجنايت، والشركه دمجت الذكاء الاصطناعي في كل منتجاتها بشكل عملي. يعني لو انت بتعمل برزنتيشن على باوربوينت هتلاقي ان الكوبايلوت بشكل تلقائي بيقترح عليك تصميم وافكار على حسب المحتوى اللي انت كاتبه. والحاجه المميزه في الاي اي ايجنتس ان هم مش بيتعاملوا بس مع النصوص، لا دول كمان بيفهموا الصوت والصوره. وفي يوم 26 نوفمبر واوي رجعت بقوه في السوق مع سلسله الميت 70، وقررت المره دي تمشي في طريق مختلف تماما. السلسله جت بنظام هارموني او اس نكست، نظام تشغيل مستقل تماما عن اندرويد. والاجهزه كلها جت بشاشه 6.7 بوصه وريفرش ريت 120 هرتز وبطاريه عملاقه 5300 ملي امبير. والاهم من ده كله معالج كيرن 9020 اللي جاي بتقنيه 4 نانومتر واللي اداؤه تفوق على سناب دراجون 8 بلس جين 1. وفي الوقت اللي هواوي كانت بتحاول تثبت نفسها من جديد في سوق الموبايلات، سامسونج ما كانتش قاعده تتفرج عليها وساكته، والشركه اعلنت عن خطوه تاريخيه بانها هتوفر تحديثات لنظام اندرويد والتحديثات الامنيه لمده 7 سنوات. وطبعا الكلام ده للاجهزه الفلاج شيب بتاعتها زي الجالكسي اس 24 والزي فولد 6 والزي فليب 6. بس القرار ده مش بس هيأثر على سامسونج، القرار ده هيخلي كل شركات الموبايل تراجع سياساتها في تقديم الدعم للمستخدمين علشان تفضل في المنافسه. اوبن اي اي بقى قررت تختم السنه بطريقه مميزه مع ايفنت 12 Days of Open AI اللي بدأ يوم 5 ديسمبر، واول اعلان كان عن النموذج المطور O1 والاشتراك الجديد شات جي بي تي برو اللي سعره $200 شهريا. والاشتراك ده بيوفر استخدام غير محدود لموديل جي بي تي 4 او وخدمه الكونفرزيشن، وبيديك اكسس على النسخه الحصريه من نموذج الثينكينج اللي هو O1 اللي بيقدر يحل مسائل معقده جدا. واخيرا الشركه اطلقت موديل سورا، نظام تحويل النصوص لفيديوهات، والمستخدمين المشتركين في شات جي بي تي بلس هيقدروا يعملوا بيه 50 فيديو بدقه 720 بي مدته 5 ثواني. اما المشتركين في شات جي بي تي برو فعندهم امكانيه عمل فيديوهات غير محدوده بدقه 1080 بي ومده 20 ثانيه. والشركه كمان قدمت مثل المكالمات المجانيه مع شات جي بي تي لمده 15 دقيقه شهريا من خلال الرقم اللي هيظهر عندكم على الشاشه دلوقتي، والرقم ده تقدر تتصل بيه من جوه امريكا او تبعت له رسائل واتساب لباقي الدول. وكمان اطلقوا خدمه الويب سيرش المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبقت متاحه لكل المستخدمين. وسام التمان بيقول ان شات جي بي تي دلوقتي بيستخدمه اكتر من 300 مستخدم اسبوعيا وبيرد على اكتر من مليار رساله يوميا. على الناحيه الثانيه بقى جوجل كان مستنياهم يخلصوا علشان تنزل بعدهم على طول بموديل جيميناي 2.0 فلاش اكسبيرمنتال، والموديل الجديد ده بيقدر يفكر ويحل مشاكل معقده جدا ويعتبر منافس قوي ومباشر للشات جي بي تي O1. لكن المفاجأة الحقيقية من جوجل كانت في مجال الكوانتم كمبيوتر. جوجل كمان كشفت عن شريحة ويلو اللي ممكن نقول إنها نقلة نوعية في عالم الكمبيوتر الكمي، والشريحة بتشتغل ب 105 كيوبت، والكيوبت ده هو وحدة المعالجة في الكمبيوتر الكمي زي بالظبط البيتس أو ال1 والزيرو في الكمبيوتر العادي. بس المميز في ويلو إنها قدرت تحل مشكلة كانت بتواجه كل الكمبيوترات الكمية،
وهي نسبة الخطأ المرتفعة اللي ممكن كانت توصل ل 50%. والشريحة دي قدرت تحل مسألة في 5 دقايق بس، كان هياخد أقوى كمبيوتر في العالم 10 سبتليون سنة عشان يحلها. وده طبعا هيفتح الباب قدام تطبيقات كتير في مجالات مختلفة زي اكتشاف الأدوية وتطوير المواد الجديدة. وفي خبر صادر من مايكروسوفت يوم 9 ديسمبر أكدت فيه إن تحديثات الأمان لويندوز 10 هتنتهي في أكتوبر 2025، مع التأكيد على أهمية وجود التي بي ام 2.0 في أجهزة ويندوز 11 علشان تستقبل التحديثات الأمنية بشكل طبيعي. والقرار طبعا هيخلي اجهزه كتير جدا مش متوافقه مع متطلبات ويندوز 11 تخرج بره الخدمه. بغض النظر بقى عن القصه الحزينه دي، لو اي حد عايز يدخل مجال الذكاء الاصطناعي بشكل احترافي ويقدر يطور نماذج ومشاريع، هتبقى مشكلته الاساسيه في الجهاز اللي هيشتغل عليه. وعلشان يشتري جهاز يستحمل الشغل ده محتاج يصرف آلاف الدولارات. نيفيديا بقى فهمت المشكله دي كويس وقررت تحلها بطريقه ذكيه. الشركه طرحت جهاز اسمه جيتسون اوريون نانو سوبر. هو بالفعل اسمه طويل شويه، بس مش عايزك تتخض لان سعره 250 دولار بس. يعني زي ما تقول كده بدل ما تشتري كمبيوتر هاي اند علشان تشتغل نماذج ذكاء اصطناعي، نيفيديا جابت لك حل بسعر موبايل ميد رينج. الحلو في الموضوع ان الجهاز ده مصمم خصيصا للذكاء الاصطناعي، يعني مش مجرد كمبيوتر عادي. الجهاز ده فاهم بالظبط ايه اللي محتاجه المطور او الطالب اللي عايز يتعلم ويجرب في مجال الاي اي. وبكده كل اللي انت محتاجه فكره حلوه وجهاز جيتسون. بس مش كل الاخبار كانت حلوه في شهر ديسمبر. نيورالينك واجهت مشكله صعبه جدا في اخر السنه بسبب منظمه الغذاء والدواء الامريكيه الاف دي اي. والمنظمه انتقدت ظروف مختبر الحيوانات وبتقول انه مش متوافق مع معايير السلامه المطلوبه. والانتقادات دي خلت ناس كتير يشككوا في ممارسات قسم الار ان دي في الشركه، وخصوصا انها بتطور تكنولوجيا حساسه جدا. وبعيدا بقى عن نيورالينك، فابل قررت يوم 28 ديسمبر انها توقف بيع اخر موبايلاتها اللي فيه منفذ لايتنينج في اوروبا، يعني الايفون اس اي والايفون 14. طبعا القرار ده ما كانش اختياري بالنسبه لابل، ده كان بسبب ان الاتحاد الاوروبي اصدر قانون بيطلب استخدام اليو اس بي تايب سي، وابل اضطرت انها تنفذ القانون علشان تستمر في السوق الاوروبي. يعني زي ما بنقول كده مجبر اخاك لا بطل. وبكده نكون غطينا كل الاخبار التقنيه اللي تم الاعلان عنها في 2024. بس يفضل السؤال هنا، يا ترى ايه اللي مستنينا في 2025؟ ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يجيلك كل الاخبار الجديده. وبس كده، دي كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمها بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفيدوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله واستفسارات اكتبها لنا في التعليقات. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.